بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في السنن التي هي قبل وقت الفجر. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال: من السنة أن يفعل القائم لليل الأرفق بنفسه لئلا يؤثر على خشوعه، أي يفعل الأسهل له والأرفق به. فإذا مثلا أطال القيام فأصابه الفتور فيصلي جالسا، أن السنة صلى، لا بأس أن يصلي الرجل جالسا. قال: فإذا أصابه فتور صلى جالسا، لحديث أنس. قال: حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين. سارية عمود، هذا ممدود بينهما، هذا العمود. سارية أي العمود الذي يكون السقف فوقه. قال: وحبل ممدود بين ساريتين. فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. كانت زينب تصلي ويعني تطيل القيام، فإذا فترت من طول القيام جعلت هناك حبل تتعلق به كي لا تجلس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفك هذا الحبل وأن يخرج هذا الحبل، وأمر أمر آخر، وهو أن العبد يصلي نشاطه، يعني يصلي ما استطاع من القيام. فإذا فتر أو كسل عن القيام يقعد يصلي وهو قاعد. قال: وإذا أصابه نعاس نام ليقوم نشيطا فيصلي بعد ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أيضا إن قام الليل، هذا لمن قام الليل، يقوم الليل ويقوم طويل فيصيبه نعاس أثناء الصلاة، فالسنة أنه ينام، لا يواصل في الصلاة. الأفضل أنه ينام لكي يتقوى، بعد ذلك يقوم نشيطا، ينام له نصف ساعة أو هكذا، ثم يقوم بعد ذلك نشيطا يصلي ما بقي من صلاة الليل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة، لأنه لعله وهو ناعس يصلي يذهب يريد أن يستغفر الله فيسب نفسه ويدعو على نفسه وهو لا يشعر. فلذلك من السنة أن العبد إذا أصابه نعاس في صلاة الليل أنه يرقد حتى يذهب عنه النوم. قال: وكذا إذا أصابه نعاس ونحوه وهو يقرأ القرآن بالليل فإن السنة أن ينام ليتقوى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع، أي كان يقرأ القرآن في الليل فاستعجم، لا يدري ما يقول، نعاس شديد
ينام وهو يقرأ، ينعس وهو يقرأ لا يدري ما يقول. فالسنة أنه يترك القراءة وينام، ينام لكي يتقوى، يقوم بعد ذلك نشيطا لقراءة القرآن، كما أنه في الصلاة كذلك، كما أنه لمن كان في الصلاة له أن يرقد، وكذلك من كان يقرأ القرآن فإنه يرقد ليذهب عنه النوم ويتقوى على قراءة القرآن. قال: السنة لمن فاته قيام الليل أن يصليه من النهار شفعا، فإن كان من عادته أن يوتر بثلاث فنام عن وتره أو مرض فلم يستطع أن يصليه فإنه يصليه من النهار 6. لا، كيف 6 ركعات؟ فإنه يصلي من النهار 6 ركعات، 4 ركعات. من يعني نام كان من عادته يصلي الليل، يوتر في الليل، سواء كان في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره، من عادته أن يوتر، فنام في تلك الليلة لم يوتر في تلك الليلة، أو مرض أو شغل، ثم بعد ذلك ما صلى الوتر في تلك الليلة، شغل كان يصلي مثلا في أول الليل، شغل في أول الليل ثم نام في آخر الليل ولم يقم، لم يستطيع أن يصلي يعني الوتر، ورده يعني وتره، فإنه يقضيه في النهار. لكن كيف يقضيه؟ شفعا ليس وترا. مثلا يصلي 3 يقضيه كم؟ 4. يصلي 3 الوتر 3، يقضيه في النهار 4. يصلي 5 يقضيه في النهار 6، يصلي 7 يقضيه في النهار 8، يشفعه، يعني يزيد ركعة في النهار. قال: وهكذا قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولأنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يوتر ب11 ركعة، فإن عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بكم؟ ب11 ركعة. فإذا نام أو أصابه وجع عليه الصلاة والسلام لم يقم الليل فإنه يصلي من النهار كم؟ 12 ركعة، يزيد ركعة. وهكذا من كان يقوم ب3 يزيد ركعة، ب5 يزيد ركعة، ب6 يزيد ركعة، ب7 يزيد ركعة، ب9 يزيد ركعة واحدة في قضائه، أي قضاء الوتر في النهار. قال: ثانيا: وقت الفجر فيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان، وفيه عدة سنن، أي هذا وقت الفجر. الآن بدأ وقته، شرع في ذكر وقت الفجر، وأول ما يدخل وقت الفجر يعني بالأذان، بالإعلام. يدخل وقت الفجر يؤذن المؤذن لدخول وقت الفجر. قال: الأذان وفيه عدة سنن، أي الأذان فيه عدة سنن. قال: متابعة المؤذن، يسن لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه السنة تكاد أن تكون مهجورة إذا سمع أحدنا المؤذن، فالذي ينبغي من السنة أن يردد بعد المؤذن. إذا أذن المؤذن السنة أن تردد بعد المؤذن. إذا كنت فارغ فيعني تردد، وإذا كنت مثلا تقرأ القرآن توقف قراءة القرآن وتردد. إذا كنت تقرأ القرآن تقف قراءة القرآن وتردد بعد الأذان. إذا كنت تذكر الله يعني تستغفر الله توقف تردد بعد المؤذن، تردد
بعد المؤذن، فأجر المردد بعد الأذان عظيم، أجر المردد بعد الأذان أجر عظيم. فيقول مثل ما يقول المؤذن. قال المؤذن الله أكبر، تقول الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إلا في الحي علتين، إلا في الحي علتين، أي حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهنا يعني لك الخيار، لك أن تقول مثل ما يقول المؤذن كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولك أن تقول كما سيأتي معنا في حديث عمر: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر تقول الله أكبر، لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. قال وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أي المردد أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال أي المؤذن حي على الفلاح، قال أي المردد لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال أي المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. هذا العمل من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم، أي مرددا بعده، وردد حتى آخر يعني الأذان، قال لا إله إلا الله، المؤذن قال لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، أي ذلك المردد، ذلك المردد. قال ابن القيم رحمه الله: هذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها. كلمات الأذان ذكر الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد يعني أن لا إله إلا الله، هذه ذكر، فيعني يسن للسامع أن يقولها، أن يذكر الله. قال: وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، أي حي على الصلاة هي دعاء، أي تعال إلى الصلاة، حي أي تعال إلى الصلاة. قال: فيسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، زاد العظيم، إلا هي لا حول ولا قوة إلا بالله، أي الحي علتين هي دعاء إلى الصلاة، تعال إلى الصلاة، حي على الصلاة أي تعال إلى الصلاة، وحي على الفلاح أي تعال إلى الفلاح، لأن الصلاة فيها الفلاح. فأمام هذه الكلمة تستعين بالله أن يعينك على إجابة الدعاء، وأن تصلي مع جماعة المسلمين، فتقول لا حول ولا قوة، ليس لي حول ولا قوة، إنما بحول الله وقوته هو الذي يعينني على ذهابي إلى المسجد ويعني صلاتي مع الجماعة. قال: وعند تثويبي لصلاة الفجر فإن من تابع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، أي عندما يثوب يقول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، يقول السامع أيضا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يردد مثل المؤذن إلا في الحي علتين فقط. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول يدل على أنه يقول الصلاة خير من النوم. قال ابن حجر رحمه الله عن ابن جريج أنه قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة، أي لقراءة القرآن. حدث أنهم كانوا إذا أذن المؤذن أنصتوا مثل ما يقرأ القرآن تنصت، وكذلك إذا أذن تنصت وتردد بعده الأذان. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.